في غلطة كل الناس بتعملها بعد ما بتاخد حكم البراءة وتفرح وتهيص، فجأة يلاقي الحكم نازل عليه على الكمبيوتر ومطلوب يعمل معارضة استئنافية. طب أنا خدت براءة؟ لا، أنت ناسي إن النيابة العامة ممكن تعمل لك استئناف في الحكم. النيابة العامة تعمل استئناف في حكم البراءة، والقضية تنزل عليك استئناف، ويبقى لازم حضورك في المعارضة الاستئنافية، يعني مالكش درجة بعدها. يعني ايه؟ يعني النيابة طلعت الحكم استئناف ومش هتتعلن، فجأة تلاقي عليك معارضة استئنافية. طب نعمل ايه؟ لازم نحضر ونترافع ونثبت براءتنا تاني، لان النيابة العامة استأنفت والحكم طلع قدام قاضي الاستئناف وتأيد الحكم بإجماع الآراء، يبقى انت كده رحت وخدت حكم نهائي لو ما حضرتش في المعارضة الاستئنافية. طب نعمل ايه عشان نخلع من الغلطة دي؟ خدنا حكم البراءة من الجزئي، نتابع خلال 10 ايام مع النيابة العامة نشوف النيابة هتستأنف ولا لا. النيابة العامة ما استأنفتش، نطلع شهادة من واقع الجدول ان احنا خدنا براءة ونشيلها في جيبنا. طب النيابة العامة استأنفت، نروح نحضر في جلسة الاستئناف ونترافع، لان انت مش هتتعلن، الاعلام مش هيوصلك اصلا. تمام يا ابطال؟ سلام عليكم.